أنه كان هناك شاب مسرف على نفسه بالمعاصي والخمور. قالت أمه: وكان يأتيني في كل يوم متأخرا، حتى كأني يوما قرابة الفجر وطرق علي الباب طرقا شديدا. قالت أمه: فلما فتحت له والله فزعت منه، وإذا به يمسك بسكينة في يده وينظر إلي نظرة شيطانية. قالت الأم: فخرجت منه وذهبت إلى غرفة نومي، وإذا به يكسر الباب ثم يدخل علي وقد رفع السكينة في الوجه ثم هوى بها. أتدرون هوى بها على ماذا؟ قالت: يا ليته قتلني. قالت: هوى بها على ثيابي حتى مزقها فصرت عارية كيوم ولدتني أمي. قالت: والله تنادي كما يسري الرجل بالعتيقة. لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقلوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا عزتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوب أنت تعلمها، ما لي على أهلها قوة ولا كلد، وقد بسطت يدي بالجزء مبتدلا إليك يا خير من كنت إليه يتوب، فنذرت لها يا رب طالبة، فنظر جودك يروي